لكن لما نقرأ كتاب الموتى نستعجب. أقدم كتاب فرعوني يقولوا أنت الأول، بيخاطبوا الخالق سبحانه وتعالى: أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. إن ربنا يقول في هذا الكتاب: خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد. كلام صريح. الله، طب امال إيه ال 2800؟ فهل معنى كده ان ال 2800 هي 2800 صفة من صفات الإله الواحد ويبقى في السعادي؟ ده فهمنا كتاب الموتى، لأن كتاب الموتى صريح لما بيقول خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد. زي ما احنا عارفين من مصلحة الكهنوت إنه هو يبقى في 2800 إله، كل إله له مسجد وكل إله له قرابين، ولم من الناس بقى يسترزقهم ويلموا ضرائب ويلموا جبايات، وان يكون في 2800 حزب بيخبطوا البعض عشان هو تسلم له الامور وهو قاعد فوق ويستغل الناس. وتكون النتيجه ان التاريخ الفرعوني كله مزيف، واللي وصل لنا من هذا التاريخ محرف تماما، ولان اللي كتبه الاقوياء اللي هم كهنوت او حكام، يعني القصر والكهنة هم اللي وصلوا لنا هذا الكم المحرف من المعلومات، وهم اللي خلقوا من 2800 صفة آلهة مستقلة، كل إله عاوز معبد وقرابين. واحنا قدام تاريخ لازم يعاد كتابته من الأول للآخر. وبعدين يعني حتى لما نشوف الآلهة دول نلاقي أساميهم تستوقف النظر. يعني مثلا أتوم، أوزيريس، نوح، الإله أتوم الإله الكبير، التعريف بتاعه في الفرعونيات إنه أول من نزل على الأرض. الله، ما يبقى صريحة بقى. يبقى إذن فعلا كعادة الجماعة التاريخ القديم كان لما الناس الواحد عظيم يموت بعد كده يتحول لأسطورة وبعدين يألهوه. فده اللي حصل لآدم، اللي بقى أتوم، آدم أتوم. وبعدين نوح حتى بيكتبوها NOHA، اللي هو تعريفه في الفرعونيات انه هو اله الماء والفيضان ومنقذ البشرية. اذا ده هو لابس تمام على نوح بتاع الطوفان. يبقى كل اللي حصل ان كان كل ما نبي من دول يموت يتحول الى اسطورة وبعدين يتحول الى اله يعبد، وهذا هو التخريف المستمر عبر التاريخ، وهذا هو الافك القديم.